تسود أروقة السياسة الدولية تكهنات متزايدة حول احتمال وجود تفاهم جزائري روسي غير معلن أو مقايضة تربط بين التعاون العسكري المتقدم وبين موقف موسكو داخل مجلس الأمن الدولي من مشروع القرار الأمريكي الأخير المتعلق بملف الصحراء الغربية. ويؤكد مراقبون أن هذا السيناريو يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ورغبة الجزائر في تحييد التأثير الأمريكي المتزايد في هذا الملف. يأتي الحديث عن هذه التفاهمات في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة تمرير مشروع قرار جديد يعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل الأساس الأكثر جدية وواقعية لحل النزاع. هذا الموقف أثار رفضاً صريحاً من الجزائر وجبهة البوليساريو اللتين تعتبران أن المشروع الأمريكي منحاز للمغرب ويمس بمبدأ حق تقرير المصير. تشير تحليلات مراكز بحث أوروبية إلى أن الجزائر قد تسرع تنفيذ عقود تسليح جديدة مع روسيا أو توسع التعاون التقني والعسكري في مجالات مثل شراء منظومات دفاعية جوية حديثة من نوع S-400 أو بوك M3، تعزيز وجود الخبراء العسكريين الروس في القواعد الجزائرية، دعم مشاريع التصنيع العسكري المحلي في مقابل موقف روسي داعم أو معرقل لأي قرار أممي يصف الحكم الذاتي المغربي بأنه الحل النهائي للنزاع. ويعتقد أن هذه المقايضة الناعمة لا تكتب في وثائق رسمية بل تتم عبر قنوات دبلوماسية خلفية، وهو أسلوب مألوف في العلاقات بين موسكو وعدد من حلفائها التقليديين. حتى الآن لم تعلن روسيا موقفاً واضحاً من المسودة الأمريكية، لكنها عبرت سابقاً عن رفضها لأي محاولة لفرض حلول جاهزة على الأطراف، في إشارة غير مباشرة إلى تحفظها على بعض البنود الأمريكية. ويرى خبراء أن موسكو قد تختار الامتناع عن التصويت بدل استخدام الفيتو الكامل ما لم تحصل على ضمانات سياسية أو اقتصادية من الجزائر تجعل الموقف أكثر تشدداً. وهذا ما يدفع الجزائر إلى شراء الفيتو الروسي عبر صفقات تسلح ضخمة أو مشاريع عملاقة تستفيد منها شركات روسية حصرا، لأن الجزائر تدرك أن الفيتو الروسي أو الامتناع عنه يمكن أن يغير موازين القوى الدبلوماسية داخل مجلس الأمن. في المقابل روسيا تستفيد من التوتر المغربي الجزائري لتعزيز نفوذها في شمال إفريقيا، خاصة في ظل تراجع النفوذ الفرنسي بعد أزمات الساحل الإفريقي. لذلك حتى وإن لم تكن هناك صفقة مباشرة فإن تلاقي المصالح قد يؤدي عمليا إلى نتيجة مشابهة. يبقى الحديث عن صفقة عسكرية سرية مقابل دعم دبلوماسي في مجلس الأمن أمر وارد جدا، يعكس بوضوح كيف أصبح ملف الصحراء الغربية جزءا من صراع التوازنات الدولية الجديدة، حيث تستخدم الأسلحة والقرارات الأممية معا كأدوات ضغط متبادلة في لعبة النفوذ بين الشرق والغرب. كان معكم سامي الدغيري من قناة الوعي السياسي. إلى اللقاء.